كيف هددت لبنى عبد العزيز إمبراطورية صلاح نصر؟ أهلا بيكم في القصة من أول. اتولدت لبنى عبد العزيز لأسرة غنية من وهي صغيرة، وبدأ يبان عليها علامات الذكاء واللباقة والموهبة، وده اللي خلى صديق أبوها مدير عام البرامج الأوروبية في الإذاعة المصرية إنه يطلب من أبوها إنه يضمها لأحد برامج الأطفال، وده لأنها كانت لمضة جدا، وفعلا لما راحت البرنامج كانت طفلة ملفتة جدا عن باقي الأطفال. فضلت لبنى عبد العزيز في البرامج دي لحد ما وصلت للثانوي، برغم كده كانت متفوقة جدا في الدراسة، ونجحت لبنى في الثانوي ودخلت الجامعة الأمريكية في مصر. موهبتها الفنية بدأت تظهر على أرض الواقع من خلال مسرح الجامعة، لأن لبنى أول ما دخلت الجامعة قررت إن هي تشارك في العروض الخاصة بالتمثيل، ولأنها فعلا موهوبة جدا قدرت تحقق نجاح كبير جدا، لدرجة ان كبار الكتاب في الوقت دوت زي فتحي غانم ويوسف السباعي كتبوا عنها كلام كبير جدا، وقالوا انها بداية ظهور موهبة كبيرة، وبدأ يجي لها عروض للتمثيل. ولما عرضت الموضوع ده على اهلها رفضوا تماما وقالوا لها لا انتي ما عندناش الكلام ده. واستمرت لبنى في دراستها لحد ما خدت الليسانس، وجالها منحة تعمل ماجستير في امريكا في جامعة كاليفورنيا. وفعلا بتسافر لبنى، واثناء دراستها هناك ما قدرتش تنسى موضوع التمثيل، وده خلاها تتابع كل اخبار السينما في هوليوود، وبقت بتراسل جريدة الاهرام من هناك وبتبعت لهم تقارير عن صناعة السينما في هوليوود. وخلصت لبنى دراسة الماجستير ورجعت لمصر، وأول ما رجعت استلمت وظيفتها بجريدة الأهرام كمحررة صحفية، وقررت تعمل أول تحقيق صحفي تقارن فيه بين السينما الأمريكية والسينما المصرية، وقررت تروح تعمل التقرير ده في استوديو الأهرام عشان تتكلم مع المخرجين والمنتجين عن الموضوع ده. ولما راحت هناك شافت المخرج صلاح أبو سيف والمنتج رمسيس نجيب، اللي أول ما شافها قال بس هي دي اللي بدور عليها، بطلة أفلامي. وفعلا عرض عليها موضوع التمثيل، لكن هي طبعا كانت عارفة موقف عيلتها، فقالت له مش هينفع انها تمثل، بس هو كان شايف ان دي مشروع نجمة هتكسر الدنيا، وعلشان كده ما استسلمش وراح تاني يوم لأهلها وقابل أبوها هو ورمسيس نجيب عشان يقنعوه ان هي تمثل. بس المقابلة دي ما كانش ليها أي نتيجة. بس اللي حصل تاني يوم كانت مفاجأة كبيرة جدا للبنى عبد العزيز. لقت جرس التليفون بيرن، ولما ردت لقت عبد الحليم حافظ بنفسه بيكلمها وبيطلب منها ان هي تكون بطلة فيلمه الجديد، وطلب منها تقابله تاني يوم في استوديو الأهرام. ولما راحت لبنى لقت عبد الحليم حافظ وصلاح أبو سيف ورمسيس نجيب في انتظارها وبيعرضوا عليها بطولة فيلم الوسادة الخالية. حست ساعتها ان دي فرصة عمرها، وروحت لبنى في اليوم ده ومعاها سيناريو الفيلم بعد ما والدها ساب لها حرية الاختيار. لبنى عبد العزيز قدرت تثبت نفسها كنجمة من أول مرة بعد النجاح الكبير اللي حققته في فيلم الوسادة الخالية، لدرجة إن جالها 17 سيناريو فيلم عشان تقدمهم، واتفتح ليها أبواب النجومية من أوسع الأبواب. وبتقدم بعدها لبنى عبد العزيز أفلام كتير قدرت تثبت فيها موهبتها الفنية. بعيد عن جمالها، رمسيس نجيب بدأت تظهر عليه مشاعر الحب اتجاه لبنى عبد العزيز، فبيعرض عليها الجواز رغم إنه أكبر منها بأكتر من 20 سنة. مش العمر بس اللي كان عقبة، لا ده اختلاف الديانة كمان كان بيمثل عقبة قدام الجواز ده. وعشان كان بيحبها جدا بيشهر اسلامه وبيتجوز لبنى عبد العزيز. لكن الجوازه دي ما استمرتش كتير، لان رمسيس كان بيغير غيره شديده جدا على لبنى، لدرجه انه ما كانش بيخليها تتكلم مع حد خارج البلاتو، وبيتم الطلاق فعلا. وبتتجوز بعدها لبنى عبد العزيز من الدكتور اسماعيل براده، وده اللي خلفت منه بناتها الاثنين. وبعد 10 سنين قدمت فيهم لبنى عبد العزيز كم من الافلام الناجحه اللي بيعتبر رصيدها الحقيقي في السينما المصريه. بتقرر فجاه وبدون سابق انذار انها تسافر مع جوزها لامريكا وتسيب مصر وتبعد عن التمثيل نهائيا. الشكوك والغموض والتساؤلات انتشرت بشكل كبير جدا عن سر مغادرتها مصر بالشكل ده. ونيجي بقى لموضوع حلقتنا النهارده، كيف هددت لبنى عبد العزيز إمبراطورية صلاح نصر. لبنى عبد العزيز سافرت وسابت مصر في الستينات، ولأن سفرها ده ما كانش لمدة بسيطة ورجعت تاني مصر خلى الناس تقول إن كان السبب ده كله هو صلاح نصر، وإنها هربت من موضوع تجنيد الفنانات اللي اتعرف بعد كده بقضية تجنيد الفنانات بعد محاكمة صلاح نصر في قضية الانحراف المعروفة بعد نكسة 67. ولأن لبنى فضلت عايشة برا مصر لمدة 30 سنة خلى الناس تقول إنها هربت فعلا من صلاح نصر. بس لما سألوا لبنى عبد العزيز بعد ما رجعت من السفر قالت لهم أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده خالص، وإنها ما تعرضتش لأي ضغوط من أي نوع، ولا تعرف أصلا صلاح نصر ده، ولا حصل أبدا إن صلاح نصر ده كلمها، وإنها سابت مصر وسافرت علشان تقعد مع جوزها هناك لاستكمال دراسته في امريكا. وان اغرب موقف اتعرضت ليه هي وجوزها قبل ما يسافروا هو ان في يوم جوزها جت عربيه اخدته من قدام البيت وما عرفوش عنه حاجه، ولما ابوها عمل اتصالات علشان يعرف ايه اللي حصل له اكتشفوا ان المخابرات العسكريه وقتها هم اللي خدوه، بس سابوه لما عرفوا انه ملوش دعوه باي تيارات سياسيه، وان واحد قال عن اسماعيل انه بيتكلم كلام مش كويس عن النظام. ولما اتاكدوا ان ملوش اي علاقه بتيارات سياسيه او توجهات من نوع معين
افرجوا عنه. وبعدها بفتره قصيره قرر اسماعيل انه يسافر يكمل دراسته في امريكا، وطبعا عشان لبنى مراته ما كانش ينفع ان هي تسيبه فسافرت معاه. طب لما لبنى ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده تماما، ازاي لبنى هددت امبراطوريه صلاح نصر؟ الحقيقة ان لبنى عبد العزيز فعلا ما كانتش تعرف حاجة عن الموضوع ده، وانه تم انقاذها فعلا من صلاح نصر بدون علمها، وانه كان حاططها في دماغه زي مجموعة تانية من الفنانين، بس ربنا نجاه. اللي حصل ان اعتماد خورشيد الشاهد على انحرافات صلاح نصر هي الجندي اللي انقذها من المصيبة اللي كانت بتتدبر لها. اعتماد خورشيد بتقول في كتابها اللي الفته بعنوان انحرافات صلاح نصر انه اثناء تصوير فيلم غرام الاسياد بطولة لبنى عبد العزيز واحمد مظهر، واللي كان بيطبع في معامل اعتماد خورشيد السينمائية، لبنى عبد العزيز كان بتربطها علاقة صداقة قوية بينها وبين اعتماد. فبتكلم اعتماد في التليفون وبتقول لها ان عايزة الطباخ بتاعها يعمل لها الرز المعمر اللي بتحبه، فبتعزمها اعتماد على العشاء هي وجوزها رمسيس نجيب. وبمجرد ما بتنهي اعتماد المكالمة بتلاقي صلاح نصر بيكلمها في التليفون وبيقول لها رمسيس نجيب ده لو دخل الفيلا انا هكسر رجله، انا مش قايل لك ان انا عايز لبنى لوحدها؟ طبعا اعتماد انهارت وقعدت تعيط وما بقتش عارفة تعمل ايه، وما قدرتش طبعا تعتذر للبنى عبد العزيز عن العزومة. وفعلا بتروح لبنى عبد العزيز وجوزها رمسيس نجيب وبتستقبلهم اعتماد خورشيد احسن استقبال من غير ما يبان عليها اي علامات توتر، وحاولت تداري ارتباكها وخوفها. المهم ان اثناء تواجدهم مع اعتماد في الفيلا بتلاقي جرس التليفون تاني بيرن، فبترد فبتلاقيه صلاح نصر بيقول لها برضو ما سمعتيش الكلام؟ طب انا جاي دلوقتي وشوف انا هعمل فيك ايه. وبتنزل الدموع من عينيها وعلامات الخوف والتوتر. فطبعا لبنى بتحس ان في حاجه غلط ومش مظبوطه، فبتاخد رمسيس جوزها وبيمشوا. وبعد ما مشيوا بيجي صلاح نصر وبيبتدي خناقه كبيره جدا مع اعتماد خورشيد، وبيقول لها انا هوصل للبنى، يعني هوصل للبنى. فبتقول له مالكش دعوه بلبنى، دي صاحبتي. ولانها صاحبتها جدا وخايفه عليها قالت له انسى ان انا اعمل حاجه زي كده، وسابته وطلعت على السلم علشان تطلع اوضتها. فبيقول لها وهي طالعه انا هعرف اجيبها، يعني هعرف اجيبها. فبتقف اعتماد وهي طالعه على السلم وبتقول له ابعد عن لبنى، حرام عليك، لبنى عندها مرض السل واحنا مخبيين على الناس اللي حواليها علشان محدش يخاف منها ويبطلوا يشغلوها. فبيصدقها صلاح نصر فعلا وبيعتقد انها عندها مرض السل وانها تعديه هو واعوانه وانها بتمثل تهديد على حياته. ومن بعدها فعلا ما تكلمش في موضوع تجنيدها ده تاني، وسافرت بعدها لبنى مع جوزها لاستكمال دراسته العلميه، وكانت ناويه ان هي ترجع مصر بعد فتره قصيره، لكن جوزها كان بيحاول دايما يقنعها ان هي تفضل معاه. ومع انشغال الحياه استمرت فعلا حياه لبنى عبد العزيز لمده 30 سنه في امريكا بره مصر، لحد ما رجعت في بدايه الالفينات وقدمت بعض الاعمال الفنيه. لبنى عبد العزيز رغم ان مشوارها الفني كان قصير لكن قدرت تسيب رصيد كبير من الاعمال الفنيه الناجحه وبصمه قويه في تاريخ السينما المصريه.